السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد، واتمنى الناس الجديدة تشترك في القناة وتفعل الجرس، ويلا بينا. الفيديو بتاعنا النهاردة ازاي توقف الناس اللي بتتهمك بالباطل. يعني لما حد يتهمك بحاجات مش حقيقية، وتلاقيه بيقول حاجات انت اول مرة تسمعها عن نفسك، حاجات انت اصلا ما عملتهاش ولا عمرك هتعملها، انصحك ساعتها ما تردش. لان ساعات في بعض المواقف لما احنا بنرد ما بتكونش حاجة لطيفة، يعني احيانا بيكون سكوتك دليل على ان انت فعلا ما عملتش الحاجات دي، وتبريرك اللي بيكون زيادة عن اللزوم في بعض المواقف احيانا بيدل على ان انت فعلا عملت كده، فانت بتحاول تبرر بقى على قد ما تقدر وتقنع اللي قدامك وكده ان انت فعلا ما عملتش كده. بس صدقني مش كل الناس تستاهل ان انت تبرر لها، مش كل الناس تستاهل انك تقف قدامهم وتقول انا ما عملتش كده، او تقف قدام الناس وتقول يا جماعة انا ما عملتش كده. صدقني سكوتك دليل على ان انت مش سامعهم، سكوتك بيدل على ان كبريائك وكرامتك بيمنعوك ان انت تدافع عن نفسك، حتى حاجات العالم كله يصدق ان انت عمرك ما هتعملها. فخد بالك مش كل الكلام بيكون صح، احيانا السكوت بيكون صح. الصح سكوتنا على الناس اللي ملهاش قيمة صح، سكوتنا على الناس اللي بتتكلم علينا بالباطل صح، سكوتنا على اتهامات ممكن تكون في حقنا غلط صح. مش عشان احنا مش عشان انت قليل الحيلة، لا خالص، صح، لان انت اكبر من كده بكتير، اكبر من انك ترد، اكبر من انك تبرر للي قدامك ان انت ما عملتش الحاجة الفلانية. واما بقى يكون في موقف مثلا يستدعي بقى، يعني موقف كبير يستدعي ان انت فعلا ترد، رد، بس ساعتها ردك يكون موجع عشان تعلم الناس ان محدش يتكلم عليك تاني ومحدش يتهمك بالباطل تاني. وخليك دايما عندك ثقة في نفسك، طالما انت شخص جميل ومش وحش وما بتعملش حاجة وحشة، يبقى دايما خلي عندك ثقة في نفسك. طالما انت واثق ان انت ما عملتش حاجة، ركز في حياتك وارمي ورا ظهرك كلام اي شخص فاضي. خلي اللي يقول يقول، خليه يخبط دماغه في الحيط وبس. اتمنى تكون النصيحة مفيدة وعجبتكم. انا ايمان نصار، لايك وكومنت لو الفيديو عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.